في لحظة كده بتقف فيها تبص حواليك وتحس انك مخنوق، مش من الناس، لا ده من الحياة كلها، من الزحمة ومن الفلوس ومن الوجوه اللي مش حقيقية، وتحس جواك بندم بيقولك اهرب، بس مش اي هروب عشان تدور على الحرية، على السلام، على نفسك اللي ضاعت وسط ضجيج العالم. دي مش مجرد قصة شاب ساب كل حاجة وراح يعيش في البرية، دي رحلة روح وقصة تستحق انها تتعاش لحظة بلحظة. بنشوف ان في واحدة ست بتقوم مفزوعة من النوم وبيظهر انها شافت حاجة غريبة. يلا بينا نشوف ايه اللي حصل. بيبدأ الفيلم بتلاقي فيه راجل بيوصل ولد للجليد، والولد بيشكره انه جابه لغاية هنا وبيسيبه وبيمشي ويكمل المشوار. الولد بيفضل ماشي في الجليد لحد ما بيلاقي حاجة غريبة، لقي عربية وبيدخل فيها وبيدور على أكل ومية، لأنه وسط جليد مش هيلاقي أي حاجة، وهو فعلا مش بيلاقي حاجة. وبعد كده بينادي بأعلى صوت وبيقول في حد موجود هنا، لكن محدش بيرد عليه. وبنشوفه وهو بيقعد يكتب في مذكراته وبيحكي اللي حصل معاه، وبعدها بيكتب على شجرة وبيظهر انه بيحب الكتابة قوي. وبنكمل بعد كده وبنلاقيه بيكلم نفسه كتير وبيتخيل انه شاف غزلان وحيوانات كتير وانه بيحلم بالحرية التامة، وبيفضل يكلم نفسه كان فعلا في ناس حواليه، لكن الحقيقة مفيش اي حد حواليه. وبعده بيقول انها هتبدأ المغامرة الاخيرة، وبعديها بيفتكر كل حاجة حصلت في حفلة التخرج. وبنشوف ان الطلبة بيفرحوا جدا بحفلة التخرج، وبعدها بيقعد يتكلم مع كارين وهي بتقوله مين اللي كتب الكتاب ده. سكت كريس ومردش عليها، وبيركبوا العربية وبيمشوا كلهم وبيروحوا يقعدوا في مطعم، والأم بتيجي وبتكون فرحانة بيهم قوي. وبيخرج كريس يسلم على أمه وبيقول لهم مبروك، ومش بنبقى فاهمين هو في ايه وايه اللي بيحصل، في غموض رهيب. وبيركبوا تاني العربية، بس كريس بيقول لها ما ينفعش انت اللي تسوقي العربية، بس بترد عليه كارين وبتقوله ما تقلق انا معايا تصريح مخالفة للقوانين. وبنرجع للتخرج وبنلاقي الناس فرحانة قوي عشان درجاتهم مناسبة جدا، وبيقول انه عايز يدخل قانون، والبنت بتكون فرحانة بيه جدا. وبعد كده بنشوف والد البنت بيعرض عليه يديله عربية غالية جدا هدية ليه، بس كريس بيقوله لا انا عربيتي شغالة بصورة كويسة. بس ابو البنت بيزعل جدا، والبنت بتقول لكريس انه لازم يمشي دلوقتي حالا. وفعلا كريس بيمشي ومش بيبقى عارف هو رايح فين ولا هيوصل لغاية فين. وبعد مشي كتير بيوصل لبحيرة ميد وبينام، وبعدها بيصحى يكمل مشواره وبيفكر ويقول انه محتاج لاسم جديد وهو ألكسندر. وبنروح لكارين وبتكلم ابوها وامها على كريس تاني، وبتقول انه جاب احسن الدرجات، وبيضطروا انهم يروحوا يدوروا عليه من جديد. وبيوصلوا الجامعة، لكن المدير بيقول لهم ان كريس مشي من شهرين. وبنرجع لكريس وهو مع صحابه وهو بيعرفهم انه اسمه أليك، وبيروحوا مطعم وبيقعدوا ياكلوا سوا، بس هم قاعدين بيحسوا ان في حاجة غريبة بتحصل. ورينا بتكلم أليكس وبتقوله انها حياتها معقدة جدا ومش عارفة ايه السبب، وبيرد عليها وبيقول لها ان مش كل الناس يستحقوا الحب، وما تديش مشاعرك غير للي يستهلك واللي يقدر كده. وبتشكره رينا، وبتمشي رينا وجان وبيشكروا جدا قبل ما يمشوا. وبعد كده أليكس بيشتغل مع وينا في القمح، بيفضل يتكلم معاها وبيقول لها انه لازم يسافر لقلب. بس فجأة الشرطة بتيجي تقبض على رينا، وبعدها أليكس بيكمل الرحلة. وهو ماشي في الطريق بيقرر أليكس يساعد راجل عجوز كان محتاج مساعدة، وبيساعده فعلا. بس بيرد عليه الراجل العجوز ويقوله الحرية والجمال حاجة جميلة جدا، يقصد حاجة بالكلام ده بس احنا مش فاهمين ايه هي. وبيقرر أليكس يعيش في كهف، وبيعيش فعلا لأكتر من 36 يوم. وبنشوف حد بيسأله انت وصلت للمكسيك ازاي؟ رد أليكس وقال له عن طريق موريلوس. وبيقرر يروح يركب القطر وبينزل منه وبيفضل ماشي. فجأة بيوصل للمكان بس مش بيعرف يدخل علشان معهوش بطاقة هوية، وبيقعد يلاحظ تصرفات الناس الغريبة، وبيقرر انه يرجع ويركب القطر تاني. بتحصل حاجة غريبة ان في واحد بيفضل يضرب في أليكس وبعده من غير سبب، وبعده بيمشي ومش بنبقى عارفين مين ده ولا عاوز ايه ولا بيضربه ليه اصلا. وبعد كده بيقرر يمشي تاني ومش بيبقى عارف هو رايح فين ولا هيوصل لحد فين. وبيفضل يكتب في المذكرات بتاعته كل حاجة بتحصل، وبيفضل يفتكر مواقف مع عيلته وبيكون متضايق جدا. وبعدها بيروح يشتغل في مطعم، وصاحب المطعم بيقوله انت اخر يوم ليك النهاردة، وبيطرده وبيضطر انه يسيب المطعم ويمشي. وبنرجع لمامته وبتكون زعلانة جدا ان كريس مش موجود معاهم في البيت. وبنرجع لأليكس وبنلاقيه بيصطاد غزلان وبياكلها، وبيتكلم وبيقول ايه اخرة الطريق، وبيكتب كل حاجة بتحصل. وكان بيعيط. حياة غريبة. حياة أليكس زي حياة معظمنا، بيبقوا ماشيين تايهين ومش عارفين يروحوا لفين. كل ده عشان احنا بعاد عن ربنا ومفيش معنى، ومشغولين بلايك وشير ولايف وسوشيال ميديا.
ونسينا الحاجة اللي احنا اتولدنا علشانها، وهي حياتنا مع ربنا وعلاقتنا معاه. وبنرجع لأليكس تاني، وبيتكلم أليكس مع رينا ويقول لها انه مركز انه يروح مكان بعيد عن العالم، بعيد عن البشرية. ورينا بتقوله محتاج ايه معاك يكون هناك، بس بيرد أليكس وبيقول مش محتاج حاجة، محتاج اكون لوحدي. وبيقول لها مقابلتك كانت جميلة واستمتعت بيها. وبيفضل يشجعها، وبتقوله انا هروح معاك للجبل. وبيروح معاها، وفي راجل بيظهر بيفضل يقول لأليكس ان ربنا قادر يعدينا من اي صعب. وبيفضل يتكلم، وجان بتتكلم مع أليكس وبتسأله ابوك يعرف انت فين دلوقتي؟ بيرد أليكس ويقول لا، محدش يعرف، انا جاي هنا اخد عزلة مع نفسي. وأليكس بيسمع اغنية وبيفضل يغني معاها. وبعد شوية أليكس بيودعها وبيمشي وبيرجع تاني للمكان اللي كان عايش فيه. وبيقول أليكس لنفسه الحياة بعيدة عن العالم فيها راحة اكتر من القرب بالعالم. هي دي فكرته عن السعادة. مش دايما الوحدة بتبقى ضعف أو خوف، ساعات بتبقى راحة أكتر للإنسان. وده اللي اختاره أليكس، إنه يفضل لوحده. لكن هو هنا نسي أهمية العلاقات الإنسانية، وبيسيب المكان وبيمشي. بس بتحصل حاجة غريبة، بيكون واقف أليكس على جذع شجرة لكن بيقع في المية. هل دي علامة أو إشارة؟ هنعرف. وبيسيب المكان ويرجع تاني للمكان التاني. وبنكمل مع أليكس وبيفضل ماشي لمسافات طويلة جدا لغاية ما بيوصل لمدينة سانتو في كاليفورنيا. وبيعترف على راجل اسمه رون، وبيقول له انت منين وايه اللي جابك؟ بيحكي له شوية عن قصته. وبعدها أليكس بيتسلق الجبال، وفرانك بيكون معاه. وأليكس بيحكي له قصة حياته كلها. وفرانك بيقول له انه فقد مراته وابنه بسبب حادث. بيكون حزين جدا عليه، وبيزعل اكتر لما بيعرف انه مش هيشوف أليكس تاني، لان أليكس هيمشي ويكمل المشوار اللي بدأه. وبيرجع أليكس للمكان تاني، وبيدور على حاجة ياكلها، وبيلاقي نباتات وبياكل منها. ودي كانت بتكون النهاية الصادمة. النباتات دي بتكون سامة، وبيظهر عليه التعب الشديد، ومش بيبقى قادر يقع. وبعد محاولات كتير أليكس بيموت أليكس لوحده وسط الجليد، بعيد عن الناس، بعيد عن الزحمة، بعيد عن الحياة اللي كان شايفها مزيف. بس يمكن اتأخر، يمكن فهم الحقيقة متأخر. وبنشوف في صفحة المذكرات بتاعته انه كانت السعادة الحقيقية لا تكتمل إلا لما نشاركها مع حد. واعتراف أخير ان الوحدة اللي كان بيدور عليها ما كانتش هي الحل، وان الناس اللي سابهم كانوا جزء من المعنى اللي كان بيدور عليه. بنشوف صورته وهو صغير وهو بيضحك وسط عيلته، وسط ناس كانت بتحبه بجد. وبنسمع صوته بيقول أنا مش زعلان إني مشيت، بس يمكن كنت محتاج أرجع. بتتقفل الستارة على قصة أليكس، قصة شاب رفض يعيش زي ما المجتمع عايز، واختار يعيش زي ما هو شايف، ومختارش إنه يتأقلم مع العالم. قصة بتفكرنا إن الهروب مش دايما الحل، وإن السعادة مش في المكان لكن في الناس اللي بنشاركهم المكان. في وقت كلنا بندور فيه على المعنى، ساعات بنفتكر إننا لازم نهرب، نسيب كل حاجة ونتوه. بس الحقيقة المعنى مش بعيد في الجبال ولا في الغابات. المعنى جوانا، في قلوبنا، وفي الناس اللي بتحبنا، في لمة وفي حضن، في كلمة بسيطة من اللي بنحبهم. ما تخليش الدنيا تسرقك من نفسك، وما تستناش توصل للآخر علشان تفهم. الحياة مش لازم تكون مثالية، المهم تكون حقيقية وليها معنى. لكل شاب بيحس انه تايه، لكل واحد شايف ان الحياة مش مفهومة، اعرف ان الهروب مش الحل، وان الوحدة مش دايما راحة. المغامرة الحقيقية مش انك تسيب كل حاجة، المغامرة الحقيقية انك تواجه وتتحمل وتكمل رغم التعب. السعادة مش في انك تعيش بعيد عن الناس، السعادة في انك تلاقي نفسك وسط الناس اللي بتحبهم، اللي بيسندوك واللي بيفهموك من غير ما تتكلم. ما تدورش على الحرية في البعد، دور على حريتك في السلام اللي جواك، وفي علاقتك بربنا، وفي انك تعرف انت مين ورايح فين. لو عجبتك القصة احجز مكانك في الرحلة الجاية، لسه في حكاية مستنياك. خليك قريب.